تزامن مع الهجمات على مدينة الحسكة والاستفزازات التي ظهرت من اعتقال الشبان وإلى آخره قبل البدء بالعدوان العسكري. كان هناك أيضا حراك من جانب بعض أحزاب أنكسة وخلق نوع من محاولة تفجير الوضع من الداخل بعد انتصار القوات قسد ومجلس النواب العسكري بتحرير منبج. بالتالي أنتم هل لكم أن تربطوا بين هذه الأحداث؟ هل هناك مركز قرار مشترك يدير اليوم قرار أنكسة والنظام والدولة التركية التي أصبحوا وكأنهم يحاربون في جبهة واحدة؟ قبل التحدث بهذا الموضوع أود أن أنتقد أيضا الإدارة الذاتية وخاصة المؤسسة الأمنية ببعض تصرفاتها. هذه التصرفات الغير ملتزمة بالقوانين الإدارة. وأنا كنت مشارك في كتابة القانون الأسايش، القانون الأمني. لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بمذكرة توقيف أو عند حصول الأسايش بتبليغ ميداني أو مستعجل. من حق الأسايش إلقاء القبض على هذا المتهم والتحقيق معه. إن كان بريئا سيطلق سراحه، وإن كان ثبت عليه أو كانوا مشكوكين فيه يحال إلى القضاء. فبهذا الشكل من الاعتقالات تقصد تحديدا حادثة اعتقالات سواء أنكسي رئيس أنكسي أو غيرهم. سيد مصطفى، أنا هنا لست بموقع الدفاع، ولكن أيضا ألا تلاحظ بأن هناك قوانين للإدارة الذاتية بما يتعلق بقانون الأحزاب وفتح المكاتب؟ وهناك نشاط سياسي ونشاط ميداني من قبل هؤلاء الأحزاب ويتجاوزون الإدارة الذاتية في نشاطاتهم؟ صح. أنا أطالب الهيئات والمؤسسات الإدارة الذاتية بالتزام بالقوانين قبل أن نطلب أو قبل أن يطالبوا غيرهم بتنفيذ القوانين. من حق الإدارة الذاتية أن يطالب بتطبيق القوانين على الغير. لا أحد فوق القانون، سواء كانوا حزبا أو أشخاصا. الكل تحت القانون، وعلى الجميع الالتزام بنصوص القانون، سواء كانوا ضمن الإدارة أو خارج الإدارة. وخاصة مؤسسة الأسايش صاحبة الحارس الأمين على تطبيق القوانين. طبعا أعطى المبرر، وهناك خلفيات سياسية لهذه التحركات، نعلم ذلك، ولكن حتى لا تعطي الإدارة الذاتية مبررات لهؤلاء المشاغبين إن كانوا ضمن الإدارة أو ضمن التحالف أو ضمن الأنكسة، لا يعطوا أي مبرر لهؤلاء، ويتم تطبيق الالتزام بالقوانين الصادرة من الإدارة الذاتية. نعم. لم يبقى لدينا إلا دقيقة واحدة.